والله حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعنا بروتين انه قررت اسوي الكليتشة لانه كنت مشتهيتها. وهنا أنا حبايبي جبت 4 كيلوات طحين و4 زبد وضفت لها زيت من البيت. وهنا أنا حبايبي ما خليت لا فانيلا ولا باودر، خليت لها خمرة. كملت يعني خلطت العجينة بس بعدني انه ما عجنتها. وهنا أنا حبايبي التمر فلسته وخليته دا احمس بيه. هنا أنا خليته تقريبا دارسين، يعني تقريبا كيس كامل. وهنا أنا حبايبي بديت املش بيه بهاي مالت الكبة. وهنا أنا حبايبي الزبد ماء وبديت اخليه على العجينة، وخليت الزبد للعجين بديت انه ارد اعجن بيها. حبايبي اذا تخلون الزبد هو وحار يطلعها سمرة، يطلع الكليشة كلش سمرة العجينة مالتها. فشوية تقريبا ربع ساعة خلوه يبرد، يلا تعجنون بيه. هنا أنا نونة يمي دا تصيح. أنا حبايبي كملت العجين وبديت أملج بيه. حبايبي صارت شلون عجينة كلش زينة. وهنا أنا كملت العجينة خليت لها نايلون، على ما اختمرت حضرت الغراض. وهنا أنا حبايبي طلعت من العجين وبديت أفتح بيها. وهنا أنا خليت التمر ولفيتها، يعني إنه كبستها. وهنا أنا حبايبي اشتريت هذا القالب ويطلع هيك شكل قالب كلش حلو. هنا أنا حبايبي هيك شي كمان عندي كلش حلو. وهنا أنا قلت خليه أجرب بالشوكة، كلهن شكشكتهن صار كلش نقشة حلوة. وهنا أنا حبايبي بديت ألف العجينة الأخرى مالت التمر. هنايا قطعتها. هنا أنا عدلتها كامل وبديت أقص بيها. هنا أنا حبايبي قلت خلني هيج أشوف أسوي يطلع فد شي حلو، فطلع شكلها كلش حلو. حبايبي هسه تقولين انتي الكليتشة مالتج كبار. حبايبي انه انا احبها كبار احسن. وهنا أنا هم شكشكتهم نفس ذيك الطريقة. وهنا أنا حبايبي صفطتهم بالصينية، واعذروني انه ما صورتها لكم لما دهنت البيض. حبايبي لما تدهنون البيض بس لا تخلون صفار البيضة، خلوا بس البياض مالتها، حتى لانه من تشوونها تصير سمرة اذا تخلون العفو الصفار مالت البيضة، فلما تشوها تطلع سمرة كلش هيك شكلها مثل المحترق. فبس خلوا البياض احسن لكم. وهنا أنا حبايبي خليتها بالفرن. هنا استوت وطلعتها، صار شكلها كلش حلو. وساهمنا وساهمكم العافية، مع ألف سلامة.